السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مبروك فوز الأهلي على وادي دجلة وأداء فوق الرائع كالعادة. الحمد لله النادي الأهلي من بعد التوقف الدولي للكأس أفريقيا والمستوى في تصاعد تدريجي ومتزايد. طبعا أتمنى إن احنا الماتش الجاي يوم السبت يبقى إعلان إن احنا نكسب بإذن الله وتصدر المجموعة والصعود لدور الثمانية بإذن الله في دوري أبطال أفريقيا. قبل ما هبدأ تحليل المباراة أنا ملاحظ إن في كمية صفحات مشبوهة، وبعض الناس اللي هي طمحة إن هي تطلع بس في التلفزيون وعلى القهوة والكلام اللي هو الفارغ، والصفحات اللي هي مش عايز أقول إن هي لجان إلكترونية ومؤجرة، في اتجاه عام تقطيع في النادي الأهلي. معرفش ليه. طب يا جماعة الناس دي لو اللجان دي حد يا جماعة بعد اذنكم لو فيها فلوس وسبوبة كلمونا، يعني احنا برضو يعني عايزين نتشهر وتبقى الدنيا زبادي خلاط معانا. ما علينا. نبدأ في تحليل المباراة. بداية المباراة كانت ضغط من النادي الأهلي وصمود وهاي بلوك من وادي دجلة، اللي بحيي المدرب بتاعهم الشاب اللي قدر ان هو يعمل فرقة وادي دجلة لغاية دلوقتي خسرانة 4 مباريات فقط في الدوري، وترتيبها كويس، هي بعد النادي الأهلي على فكرة. ابتدت المباراة بتسديدة من تريزيجيه في الدقيقة 6 وإنقاذ عالمي من الحارس اللي كان النهاردة الأهلي بيلعبه، حارس وادي دجلة النهاردة النادي الأهلي كان بيلعبه. الدقيقة 13 تصدي عالمي وخرافي من الشناوي، كورة على منطقة ال 18 اتسددت لولا تألق الشناوي ومد فرد ايديه. يا جماعة عشان ما حدش بس يقول لك ما بيفردش ايديه، بيفرد ايديه اهو يا جدعان. الدقيقة 16 إمام عاشور سد التسديدة وبرده كانت فوق العارضة. الدقيقة 25 عرضية من زيزو بالمقاس، مدافع وادي دجلة يخطئ في تقديرها، تيجي لتريزيجيه اللي يهوش الجون ويحطها، ويبقى الهدف الأول للنادي الأهلي وتستمر تسجيل الأهداف مع تريزيجيه. الله أكبر يا ابني، ربنا يحفظك ويحرسك. الدقيقة 27 على طول بعدها بدقيقتين بعد الهدف زيزو سد التسديدة، الحارس برضو وادي دجلة أنقذها. يعني انتوا النهارده النادي الاهلي بيلاعب حارس وادي دجله. الدقيقه 42 ضربه جزاء لامام عاشور، وضربه جزاء صحيحه عشان بعض الناس اللي هي المشككه، والحكم رجع للفار ويخش زيزو يسجلها ومعلنه الهدف الثاني وانتهاء الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 2-0. الشوط الثاني ابتدى الدقيقه 52 عرضيه زيزو لامام، كورة في العارضة الصراحة زغرطت النهاردة، كنا سامعين صوتها. والدقيقة 56 عرضية من محمد هاني، فرصة مزدوجة يسددها تريزيجيه، يعملها تريزيجيه بدماغه، يتصدى لها الحارس ويتابعها إمام عاشور يتصدى لها الحارس. مش بقول لكم احنا من أول الفيديو احنا ذكرنا حارس وادي دجلة أكتر من مرة. الدقيقة بقى 60 بقى، عايز أقول لك إن كان في جملة تيكي تاكا بين تريزيجيه ومروان عثمان اوتاكا، وجات لي زيزو تسديده جنب العارضه كانت هيبقى جون عالمي. وتيجي الدقيقه 67 هدف اسيست من امام عاشور. الله اكبر يا ابني، ربنا يحفظك انت وفرقه الاهلي كلها، لمروان اوتاكا اللي يبصم على اول اهدافه مع النادي الاهلي. وبعد كده حصلت التغييرات في التشكيله وخروج امام عاشور وديانج واللعيبه كلها عشان يريحها الماتش افريقيا اللي جاي يوم السبت. جت الدقيقه 80 تسديده الشحات برضو وتصدي للحارس. يعني عايز اقول لك حارس وادي دجله النهارده لولا كان ممكن الماتش يطلع 7-8 للنادي الاهلي. فضلنا نلعب كده، يعني مش هقول لك ايه، جمل ومحاولات وفرص لغايه الدقيقه 94. الجملة التانية اللي اتعملت وذكر فيها وادي دجلة، عرضية اتلعبت ياسر ابراهيم بيشتتها، المفروض يشتتها للبره، اتشتتت على الجنب، يصطادها لاعب وادي دجلة اسمه زيزو ويسجل الهدف في الزاوية، يعني في المقص صعبة على الشناوي كان يجيبها، وتنتهي المباراة 3-1. مبروك فوز النادي الأهلي، وإن شاء الله يعني الأداء يستمر، وأتمنى حصاد اللقب القاري اللي هو غايب عن النادي الأهلي. حاجة بس أخيرة، يا ريت بس اللجان الزملكاوية خليك في ناديك، أو اللجان اللي أنت مع لأي نادي تاني خليك في النادي بتاعك، مالكش دعوة بالنادي الأهلي. أنت كل اللي أنت بتعمله أنت مدفوع الأجر حبيبي عشان تهيج الدنيا وبتاع. الحمد لله إن في جماهير أهلاوية عاقلة وفاهمة إن دي مؤامرة على النادي الأهلي، وإن شاء الله إن شاء الله
ينتهي الموسم بتتويج قاري باذن الله للنادي الاهلي، او بتتويجنا ان شاء الله، وبتتويجنا ان شاء الله بالدوري، ليه لا؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.